بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب اولى وثانيه ثانوي كله بيسال عن الابحاث. هكلمكم وهقول لكم كل تفاصيل كل حاجه تخص الابحاث دلوقتي، بس ركزوا معايا كويس. اولا بالنسبه لمواضيع الابحاث اللي هنعملها هي اكتر من موضوع: التغيرات المناخيه، المشروعات القوميه وانجازات الدوله، ده رقم 2، المبادره القوميه زي مبادره حياه كريمه دي 3، العنف الطلابي 4، والميه وازاي نحافظ عليها 5. ب5 مواضيع نقولهم تاني: التغيرات المناخيه، بعد كده المشروعات القوميه وانجازات الدوله، المبادرات القوميه زي مبادره حياه كريمه، والعنف الطلابي، وازاي نحافظ على الميه. حلو جدا. ايه بقى المطلوب مننا ان احنا نعمله؟ اولا لازم تبقى عارف، انا رايي ما تقعدش تشتري ابحاث من المكتبات والكلام ده. ليه؟ لان اعتقد ان هيكون في تشديد على نوعيه البحث، لان الوزير مش هتعدي على الحته دي، لان يعني في حمله دلوقتي موجوده ان ان دلوقتي الطلبه هتقعد تشتري البحث جاهز والكلام ده. فعشان كده سيبك من ده كله، انت مش هتتعب خالص، الموضوع سهل جدا جدا جدا. اولا البحث اللي هيتعمل هيشترك فيه من 3 ل5 طلاب، من 3 طلاب ل5 طلاب. تمام كده؟ تمام، من 3 ل5 طلاب. تمام. طيب هيكون 10 صفحات. في نموذج بحث هنمشي عليه، النموذج ده معايا، موجود معايا PDF، لو اي حد محتاجه عادي يتواصل اما في الجروب معايا او مش في الجروب، يتواصل معايا على الواتس على 0100 49 47 216 وابعت له نموذج ليه. انا حاولت انزله في منتدى القناه، بس لقيت ان المنتدى بينزل فيها صور بس، انما مش ملفات يعني. النموذج ده البحث اولا مش هيقل عن 10 صفحات، 10 صفحات. ممكن يعني افضل انك تكتبه. هو حاليا يقال انه ينفع يتكتب على الوورد، بس يعني بعد كده ممكن يقول لك لا، الطالب يكتبه عشان خاطر ما يتباعش من المكتبه، فلما حد يكون خطه حلو يكتبه يكون افضل. تمام. طيب اسماء الطلبه لازم تتكتب على البحث من بره، احنا قلنا من 3 ل5، يعني انا رايي تبقى 5 افراد. المقدمه والنهايه تتكتب باسلوب الطالب. ايه المشكله لما تكتب المقدمه؟ انت هتقول مش عارف اكتب اي حاجه، ده بالعكس، انت لما تكتب اي حاجه احسن من المقدمه النموذجيه المثاليه اللي تلاقيها في المكتبات. اكتب اللي انت عايزه. جات لك التغيرات المناخيه، اللي يجي في دماغك اكتبه. ان احنا المفروض نحافظ على البيئه، والبيئه العلاقه فيها يعني احنا مرتبطين بيها، مهم بارتباط وثيق، انها لازم تكون بيئه نظيفه جدا والكلام ده. كل يعني اللي يجي في دماغك اكتبه كده، هيبان يعني هيختلف من طالب لطالب، لان بيقال ان الابحاث المتشابهه لن تقبل، ولن تقبل معناها ان ده رسوب، لان طبعا في الموضوع ده في نجاح ورسوب، فلن تقبل يبقى معناها ايه؟ يبقى في رسوب للطالب. يبقى انت اكتبها باسلوبك، حتى لو كانت يعني حتى لو انت مش متقبلها ما تقلقش، بالعكس هي دي اللي هتحسب صح. عنوان البحث ده هتلاقيه في النموذج، والفهرس بتاع البحث، والمقدمه، هتلاقي اهداف البحث والموضوع، كل ده هتلاقيه. نماذج كتيره منه انا هنزلها، ولكن زي ما قلت لك تحاول تغير. انا يعني الابحاث دي كلها موجوده معايا ان شاء الله. اللي يحتاج اي بحث من المواضيع اللي انا قلتها دي انا هديله البحث جاهز، بس زي ما قلت انت هتغير فيه باسلوبك في بعض الحاجات عشان خاطر ما يبقاش فيه تشابه بينه وبين باقي الطلبه. طب ايه النموذج اللي هيكون فيه؟ هيكون فيه عنوان للبحث اللي انا بعته لك ده على PDF، عنوان للبحث وفهرس ومقدمه واهداف البحث وموضوعه، وكمان هيكون فيه مدعم بصور، وهيكون فيه التوصيات المقترحه وخاتمه للبحث. وزي هاجي عند الخاتمه واقول برضو لازم تنوع فيها وتكتبها باسلوبك. وبعد كده في مصادر ومراجع، كل ده موجود معايا ان شاء الله، مفيش مشكله. زي ما قلت عايزين نعمل ابحاث حلوه عشان خاطر دي نجاح ورسوب، مش عايزين نستهتر بيها. وعلى فكره في الكليه في ابحاث كتير هتتعمل، يعني ده اعتبره تدريب ليك، انها ما تاخدش البحث جاهز ليك. خلاص زي ما قلت لك، اللي يحتاج اي حاجه في الابحاث موجوده معايا ان شاء الله، وما تقلقش خالص، موضوع سهل جدا باذن الله. يلا السلام عليكم.